الو، مساء الخير. سامو. استاذ جمال ذكرى. هاي سام. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. احنا برنامج كريزو، احنا على اليوتيوب على الهوا دلوقتي، وكان عندي سؤال لو انا اتفضل. في نص يا فندم في انجيل متى بيقول: وهذا كله لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. تمام. طيب المسيح لما كان عايش، هل كان عايش معروف ان هو من عذراء، ولا كان معروف انه له اب وله ام؟ لا، هو كان معروف ان هو من عذراء، بس امه هي اللي ربته. ازاي يا فندم؟ يعني وفي انجيل امه لوقا 2:48 بتقول له: هو زي ابوك وانا كنا نطلبك معذبين. مظبوط. ده الاحترام يقول كده. لا يعني النهارده لما انا يبقى لما في اقف واحد في الشارع والاقي واحده بتقول لابنها: انت فين؟ انا وابوك كنا بندور عليك. حضرتك هفهم ان دول اسره يعني. حضرتك مين؟ انا ابو اياد اسلوب مع حضرتك. المناقشه. نعم. ابو اياد يا فندم مع حضرتك. لا متاسف، مش هقدر اكمل مكالمه معك. شكرا. ليه يا فندم؟ ميرسي. الناس سامعه يا فندم، احنا شكرا. على الهوا. اشكرك. يعني مش معقول استاذ جمال ذكرى كنيسه العذراء في عزبه النخل، مش معقول في نص الحوار تقول مش هكمل لمجرد انا لا سالتك لا، سؤال طبيعي جدا. متاسف جدا، متاسف جدا. ازاي يا فندم شكرا. كانت متجوزه ومعاها بتقول هو زي ابوك، وحضرتك بتقول ان هو هيجي من عذراء؟ قفل. يا نهار ابيض يا جدعان، في نص المكالمه. يعني مش هقول لك مثلا في الاول قال لك لا اصل انا مشغول، اصل قاعد معايا ناس، اصل مش لا لا لا، هو في نص المكالمه طلع قال لا والله ده انا مش هكمل. انت مين؟ انا ابو اياد، انا مش هكمل بجد. دول الخدام بتاعكم اللي بيخدموا في الكنايس. عايز بيتر يشتغلوا كلمتين، عايز يوحنا، عايز حنا، لكن ابو اياد. وترجعوا تقولوا هم المسيحيين بيسيبوا المسيحيه ليه؟